مرحبا بكم في هذه الجولة الخفيفة في مدينة اليوسفية، المدينة اللي كتجمع بين التاريخ، البساطة وناسها الطيبين. اليوسفية ماشي غير مدينة في خريطة المغرب، ولكن هي واحدة من الحواضر اللي كتخفي طياتها بزاف ديال الحكايات. معروفة بمناجم الفسطاط اللي كانت سبب في انتعاش اقتصادي كبير في المنطقة، وكتعتبر من المدن اللي لعبات دور مهم في الصناعة في المغرب. لكن اليوسفية ماشي غير فوسفات، هي دروب صغار فيها الذكريات وأسواق شعبية كتعكس تنوع العادات، وجوه ضاحكة في الأزقة، وريحة نعناع خارجة من المقاهي، وكلام دافي بين جيران. في وسط المدينة تلقى ساحة الاستقلال، القلب النابض اليوسفية، واللي كيجيها الناس من كل جهة يرتاحوا، يتلاقاو أو ياخدوا كاس ديال الأتاي. وكلما مشيتي شوية تلقى أحياء سكنية بسيطة ولكن عامرة بالحياة وبروح التعاون بين السكان. اليوسفية اليوم كتحاول تنفض الغبار وكتسعى لمستقبل أفضل بمشاريع تنموية وبطاقات شبابية طامحة، واللي كتقلب على بديل اقتصادي جديد كيعيد الأمل لمدينة كانت منارة في زمان. في هذه الجولة ماشي فقط شفنا الحجر والبناء، ولكن حسينا بروح مدينة وبسكونها وبنفسها اللي باقي كيحكي بزاف. إلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بالإعجاب والاشتراك، وخليو تعليقاتكم باش نعرفوا رأيكم في هذه الجولة. شكرا لكم ومرحبا بكم في كل جولة جديدة من قناتكم وثائقيات، وما تنساوش تشكروا المصور ديالنا سعيد نوبة من عين المكان. ودابا نخليوكم تستمتعوا معنا بهذه الجولة الخفيفة. توجه بحال ديالك في البيت.